من بين الشهيوات اللي ما كيخطاونيش واللي كلاهم عندي كيسولني على قوامهم هما هاد القريشلات البلديين، من السمين وريحتهم فايحه بحال ديال زمان، واهم حاجه ساهلين بلا دليك بلا فريك ودغيا كيوجدوا. لهاد القريشلات غنحتاجو كاس ديال السكر سنيده، 2 كيسان الحليب دافي، نص كاس ديال الزيت، بيضه، عندي هنايا واحد الخماره حمراء، وهادي ديال الزهر، عندي جنجلان، خميره معجونه، هنا عندي النافع، واحد 2 معالق ديال النافع، و2 معالق د حبة حلاوه، وواحد القريصه د الملحه، والطحين، وشويه د الماء دافي. هنا عندي هاد النافع غادي نديرو هنايا في كويس، غنكب عليه شويه ديال الماء سخون باش يطلق الجهد ديالو مزيان. حتى هاد حبة حلاوه حتى هي نديرها في الكاس، وغادي نعمر عليها الماء سخون شويه، كيعاونهم باش انهم يطلقوا الجهد ديالهم. هنا غنخدموا لينكس، غندير بيضه، غنديروا سكر سنيده، ندير الكاس الاول الحليب، الكاس الثاني ندير الخميره معجونه. الخميره كتبقى على حساب الجو، يعني الا كان الجو بارد راه غتكثروا، كان الجو سخون ديروا على قياس باش يخمروا لكم. خماره حمراء، نيشه ديال نسمه الزهر. هاد حبة حلاوه والنافع نتوما شفتوا الماء ديالهم راه هذا نسم مزيان. نافع حتى هو، نص كاس زيت الروميه، واحد 2 معلقات ديال الفورس، من الفورس اللي غادي نخلطوا به، وغناخذ هذا الخليط كله ونضربه في الميكسور. انا ضربت هذا الخليط هذا في الميكسور، غادي نصبو في واحد البول، نزيد له واحد 2 معالق. انا كنبغي ندير الجنجلان في القريشلات لداخل القراشل، كنبغي نديرو، اللي ما بغاش يدير غير النافع، يكتفي بالنافع وحبة حلاوه على اليه. هذا يعني لو شوا ديالي، انا كنبغي ندخل شويه الجنجلان داخل في العجينه، وعاد كنخلي الفينيسيون، ونضيف المليحه صافي. بهذا الخليط هذا غنخليه واحد شويه، واحد 10 دقائق هكذا طلع فيه الخميره، ونرجعوا ديك الساعه باش هذا نخلطوا الدقيق. كما كتشوفوا دابا نحيت عليها الغطاء، راه خمر شويه، غادي على حسب الجو مثلا يقدر يتراوح ما بين 10 د 15 دقيقه هكذا. هذا باش كيعاون العجينه انها كتفشفش وتجي طريه مزيان. هذا التخمير الاولاني. هنا واحد الرويحه طالعه منها من هذا الخليط، رويحه ديال النافع وحبه حلاوه، الزهر اللي ما عندوش داك الصاشي ديال الزهر، دير واحد نص كاس د زهر. اللي بغا يديرهم بجوج كتعجبو النكهه ديال الزهر مجهده، يقدر يضيف واحد، يدير داك الخنيشه ويدير واحد 4 كاس ديال الزهر. صافي دابا غنبداو نضيفو الدقيق. انا راه عندي غربل، على بركه الله. غادي نوريكم العجينه كيفاش خصها تكون. طحين يحتاج 1 كيلو ديال الطحين، انا دايره هنا كيلو ديال الطحين تقريبا، ولكن شحال غتهز لي يعني ميزاني على حساب الطحين. كاين اللي كيشرب، كاين اللي ما كيشربش شاي. شي مرات كتهز كيلو قل شويه، شي مرات كيلو. المهم هنا وانتم كتشوفوا هذه راه ما كتحتاج لا دليك ولا فريك، كنجمعوها غير بالمغرف. العجينه خصها تكون باقي كتلصق شويه، يعني ماشي خفيفه بزاف، ماشي هانتوما هاد اليد واخا ما كنتش شاده بها هي كتلصق فيها شويه. نزيد واحد المعلقه ديال الزبده،
الجو سخون ما كنحتاجش ندوبها، نديرها غير هكذا، ندخلها في العجينه. عجينتها ساهله كما كتشوفوا، ما تحتاجش لا فريك ولا عجانه صافي. دابا غادي نغطيها ونخليها تخمر. العجينه ديالنا هي خمرات كما كتشوفوا، الحجم ديالها ضعف. دابا ناخذ واحد شويه الزيت هكذا في يدي ونحاول يغازيها، خرج منها الهواء، ونديرها حيدات صغيورين. شفتوا في هذا القياس بحال هكذا، كندير شويه ديال كنكورهم باش يجيو مقادين. ها هما قديتهم في الطبسيل، ما تنساوش تدقوا عليهم واحد شويه، غير شي شويه، باش ما من يتنفخوا ما يطرطقوش، ما يتفرقعوش من وجههم. صافي، غير واحد شويه هكذا باه نخليهم يخمروا شويه هنايا في الطبسيل، عاد نطيبهم. هما دابا خمروا، ندي هنايا بيضه مع شويه د القهوه سريعه الذوبان. كنبغي نشكركم بزاف على الدعم ديالكم للقناه، وإلا وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنساونيش ندعمكم بواحد لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. لا داعي لما حافظ مثلا السياق السلام عليكم. نعم الله اسال الله رب الرحمن والمغفر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفهم الى اخره. الى خرج الفاتحه. القريشلات ديالنا هما وجدوا، خرجوا من الفران كي كتشوفوا، راهم مازالين سخيخنين شويه تبارك الله، هشاشين. نقسم معكم وحيده. واحد الرويحه عاطيه منهم ديال النافح بتحلاوه الزهر من السمين تبارك الله. نتوما كتشوفوا مقطنين وهشاش. قريشلات ها هما وجدوا تبارك الله وصلى على النبي، محمرين. راه صراحه الاضاءه ما عطاتهمش حقهم، راه جاي التحمار ديالهم مزيون، ولكن شويه كانت الاضاءه ما مساعداش. كنصحكم غير جربوهم غادي يعجبوكم. فيهم داك البنه ديال القريشلات ديال زمان اللي كانوا كيصاوبوهم من السمين ومقومين. اعتمديهم الوليدات الكوتي، حنا على الابواب ديال موسم دراسي جديد، عاوده نبداو نفكروا في الوصفات الوليدات الكوتي باش يفطروا الصباح، ما كيبغيوش يفطروا، هادو صحيين الفطور. الا وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنساوش تخليو لي جيم وكومونتير وتابوناو في القناه. اللي ما مابونيش معايا يتابوناو وفعل الجرس باش هكذا يوصلكم دائما الجديد.